اوعى تكون لسه بتخاف من الرزق، اوعى تكون لسه بتخاف وفاكر ان الرزق بايد الناس. اصل دي مشكلة كبيرة جدا جدا في التوحيد. ايوه، الله سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين. ربنا سبحانه وتعالى هيوصل لك الرزق عن طريق مين؟ ملكش دعوة. يعني مثلا والله اشوف الاقي ان مثلا حد يقول لك انا والدي توفى، فانا مش عارف مين اللي هيظبط لي حياتي ودنيتي. يا ابني، والدك الله يرحمه كان سبب، ولو السبب مش موجود الله سبحانه وتعالى هو اللي هيرزقك برضه. وفي ناس سبحان الله تبقى بتعادي ناس وبتغلط في ناس وبتشتم ناس وبتتكلم على ناس وبتغتاب ناس عشان تاخد رزقها، ومش هتعرف تاخد رزقها. يا حبيبي الكلام ده، الموضوع ده اقسم بالله ما حد هيعرف يحط ايده فيه. ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا حديث، اسمع الحديث وركز فيه كويس قوي. واعلم ان الامة معلش انا عارف انت حافظ الحديث. الامة دي اللي هي ايه؟ كل الناس. طب كل الناس دول عندهم فلوس وعندهم سلطة وعندهم قوة بدنية وعندهم. تخيل كل واحد من دول عنده سلطة وقوة وقدرة وفلوس وجاه وكل الكلام ده، وكل الناس دي اجتمعت ان انت مش هتيجي لك رزق. بقول لك ايه؟ انت مش هتشتغل في المكان الفلاني وهي كده، والناس كلها مش واحد او اتنين او 10 او مؤسسة او مؤسستين ايا كان. انت متخيل؟ ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني لو الناس اجتمعت كلها ان هي تأذيك، الحاجة اللي هتحصل لك دي كان ربنا سبحانه وتعالى كاتبها. يعني الناس اخرهم يعملوا اللي ربنا بيأمرهم بيه. يعني مفيش حد يقدر يعمل حاجة الا بأمر من ربنا سبحانه وتعالى. ازازة المية اللي قدامك ما تعرفش تشرب منها بق الا لو ربنا سبحانه وتعالى كتبها ليك. لان انت هتقول لي طب ما هي قدامي. ايوه طب ممكن تمد ايدك تموت، مش هتاخد الرزق ده، ما هي مش مكتوبه لك. طب بص بقى، لو الناس كلها جت دلوقتي عشان تدي لك كوبايه الميه وتشربك كوبايه الميه، ما انت مت يا حبيبي، هيرجعوا الروح ازاي؟